السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين. تعال نشوف الليمون المعصفر بكل سهولة، سريع ولذيذ وسريع في نفس الوقت، تعمليه بكل بساطة. هنا يا حبايبي جبت كيلو الليمون، شقيته كده علامة اكس كده من فوق، وقمت جايه بقى اللهم صل على النبي، معايا نص كوبايه الكوبايه الا ربع كده ملح ناعم، ولو متوفر خشن يكون احسن طبعا، بس الناعم متوفر في كل بيت، سهلي على نفسي. وهنا ب5 جنيه حبة البركة على عصفر. ونقوم جايين بقى يا حبايبي في نفس الوقت اللي انا بعمل معاكم ده كنت بغلي ميه بحيث نسقطها فيه. هنا يا حبايبي نسمي الله، ونقوم جايين حاطينها في الميه المغليه يا دوبك الميه طبعا هتبرد اما سقطنا الليمون فيه، هنستنى عليها تاني اما تغلي كده معانا، تقوم تاني. هو 5 دقايق بس، ونكون محضرين معانا ميه بارده من الحنفيه بحيث نديله صدمه ونوقف عمليه السوا معاه. ونقوم جايين بقى يا حبايبي محدقينه بالتحديقه دي بس اما يبرد تماما، اذا كان هو ولا الميه، لان الميه اللي هنغليه فيها دي هنسلقه فيها، هي دي ميه التخليل معاه. ربنا يسعدكم يا حبايبي يا رب، ويصبحكم ويربحكم بكل خير، ويسعد صباحكم يا حبايبي يا رب. بتشرف بكل اللي اشترك عندي في القناه جديد، وجودكم على راسي من فوق يا حبايبي. وكل طبعا حبايبي اللي بيشجعوني القدام، الله يسعدكم ويوفقكم حبايبكم حبايبي يا رب. اللهم اهدي اولادنا واشفي مريضهم ونجحهم، اللهم امين يا رب. هنا طبعا يا حبايبي لازم نسيبه يبرد تمام. ونقوم جايين بقى حاطين الملح والعصفر وحبة البركة وحبذا طبعا لو عندك فلفل حار. ونقوم جايين بقى خلطين كل المكونات دي يا حبايبي، حبة تحشيها واحدة واحدة تمام، مش حبة يلا بركة الصلاة على النبي. وقوم جاية مقلبة كده الخلطة دي معاه كله كده يا حبايبي زي الفل معاكي. الله يسعدكم يا حبايبي يا رب. كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله يا حبايبي. الليمون ده سريع، يعني اسبوعين ان شاء الله وتاكلي منه بألف هن. ونسيت اقول لكم طبعا وانتوا بتسلقوه حطوا معلقة سكر كبيرة كمادة حافظة، وفي نفس الوقت السكر بيطول عمره معاكي، ان هو ما يتهريش منك لا قدر الله ولا اي حاجة. وطبعا زي ما قلتلك الحاجات ديت اول ما تلاقي السوا معاكي بقى مظبوط، قومي جاية حطها في التلاجة تطول معاها عمرها معاكي وتقعد معاكي شهور. هنا كده يا حبايبي خلصت الكمية، هقوم بقى طايفة بقى الفلفل الحار، واقوم جاية بقى اللهم صل على سيدنا محمد، حط عليه بقى شوية مية من مية السليق ديت، واقوم جاية مقلبة كل المكونات سوا، واقوم جاية ساقية بيها الليمون معاه. ونقوم جايين محضرين كيسة عشان نقفل بيها البرطمان ما يخشوش اي هوا. تعملوا وتتهنوا كده حبايبي يا رب. يا رب طريقتي فيه تكون عجبتكم وتكون سهله وسريعه، وتتشجعي كده وتقومي تعملي زي ولو كيلو، حاجه كده تغيير وانضف وتوفير عن بره طبعا. مهما كان عمايل ايديكي مش زي اللي هتشتري من بره خالص يا حبيبتي. وميه الليمون طبعا دي كنز عندنا. تلمعي بقى عيون البوتاجاز النحاس، تغسلي فيها، تلمعي بقى تغلي فيها كده تغليها وتنزلي فيها المعالق بتاعك. الميه دي بتبقى كنز. اول ما تغلي تاني حطيها على النار يغليها، وقومي ساقطه فيها اللهم صل على النبي المعالق عندك. بعد ما تنشيلي المعالق ادعكيها كده بليفه سلك ببريل عيون البوتاجاز النحاس. ميه دي تنضف معاكي اي حاجه يا حبيبي. شايفيني